فوز مهم جدا جدا للنادي الاهلي على حرس الحدود 5-0 في وقت مهم جدا للنادي الاهلي. فوز زي ما بقول يعني اهم فوز للاهلي الفتره اللي فاتت دي، لانه اولا قبلها بيراميدز خسر من فاركو، ادى دوافع جامده للنادي الاهلي انه يكسب. فطبعا خساره المنافس وفي نفس الوقت فوز ليك، فطبعا بيبقى حاجه مهمه جدا. بشوف ان الاهلي بصراحه عمل مباراه اكتر من ممتازه، اداء ولعب ونتيجه واهداف حلوه وسيطره واستحواذ. بصراحه كل حاجه عملها الاهلي في الكوره امبارح، كل حاجه كويسه، كل متعه الكوره كانت موجوده امبارح عند النادي الاهلي. اداء كده ما شفناهوش من زمان للنادي الاهلي، من زمان اعتقد من ايام فايلر ما شفتش الاداء ده. كان في موسيماني وكان في كولر وشفنا الاداء بتاعهم. كان في ماتشات كتير بيكسبوا او اغلب الماتشات كانوا بيكسبوا، ولكن ما شفناش اداء خالص. بصراحه الاهلي مع عماد النحاس اخر مباراتين اداء ولا اروع. مش هنقول يعني ضعف المنافس، طبعا المنافس امبارح حرس الحدود مش موجود في الملعب اساسا، ولكن بصراحه لا، اداء ممتع. الاهلي لعب ماتشات كتير مع فرقه ضعيفه وكان بيكسب، بس ما كناش بنشوف الاداء ده. الاهلي جاب 5 اهداف وغير اللي ضاع. الاهلي ضيع بتاع 5 6 7 تجوان كده برضه، هجمات خطيره جدا. بصراحه فوز مهم جدا النادي الاهلي، فوز بيقرب النادي الاهلي من الدوري. طبعا منتظرين اكيد موضوع الثلاث نقط وحسم الثلاث نقط اللي هم خساره الاهلي قدام الزمالك. طبعا ان هو ما راحش المباراه يعني الانسحاب، فبالتالي الاهلي اتخصم منه ال3 نقط بتوع ماتش الزمالك، وفي نفس الوقت اللائحه بتقول ان الاهلي يتخصم منه 3 نقط اخر الموسم. رجع طبعا الرابطه رجعوا قالوا لا، احنا الموضوع هيبقى خصم 3 نقط بس. فخلينا نشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، بس اعتقد يعني لازم يبقى في حسم للموضوع ده عشان كل الاطراف تستريح وتبقى عارفه هي بتلعب على ايه، ما نبقاش قاعدين لحد اخر الموسم مش عارفين ال3 نقط هيتخصموا ولا لا. ولكن زي ما بقول 3 نقط مهمين جدا على الجدول دلوقتي. فرق خلاص بقى فرق بين الاهلي وبيراميدز 4 نقط، يعني خلاص قربت جدا جدا. تتكلم في فرق مباراه الاهلي يكسبها يقرب جدا. طيب عايزين نقول برضو ان بيراميدز لعب مباراته وهو يعني عنده ثقه زايده قوي ان هو هيفوز مباراه في اي وقت، واتفاجئ بماتش طبعا فاركو، ان فاركو عملت مباراه جيده جدا ولعبوا اداء بصراحه على مدار المباراه انا شفته. يمكن بيراميدز ما فاقش الا بعد ما جه فيه جون والتاني بدا يلعب ويروح للجون ويضيع، لكن قبل كده كانش بيروح للجون خالص. فبشوف ان بيراميدز تخاذل في المباراه، وطبعا احنا عارفين طبعا اللي بيتخاذل بتقلب عليه في الاخر زي ما شفنا، وجي فيه جون واثنين وثلاثه. بشوف اداء كارثي لعلي جبر، كان سيء جدا 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 وتسبب في ضربه جزاء. طبعا شفنا ما تحصلش من ناشئ يعني، ضربه جزاء مالهاش اي لازمه في وقت قاتل زي ده بعد ما كان بيراميدز بدا يجيب جون وهيبدا يتعادل. اتصدم طبعا بجون ثالث بقى 3-1، الموضوع بقى صعب. جاب جون في الاخر 3-2 بس كان خلاص الوقت فات. فطبعا بعد نفسه شويه، وفي نفس الوقت قرب النادي الاهلي بقى فرق خلاص 4 نقط. طبعا لو الثلاثه اتخصموا، لو ما اتخصموش فرق نقطه، فالموضوع طبعا الدوري ولع. الزمالك يمكن برضو لو فاز مباراه البنك الاهلي هيقرب برضو من المنافسه شويه، وهيزيد الضغط شويه على الاهلي وبيراميدز، ولكن لسه الزمالك بعيد برضو. فبشوف بصراحه اداء هايل للنادي الاهلي. طبعا لازم تحيه للكابتن عماد النحاس، طبعا بصراحه عمل اداء ممتع جدا. الاهلي كنا مفتقدينه من زمان، ما شفناش الاهلي بيلعب بالاداء ده. سيبك من مكسب وخساره، الاهلي لعب اداء هجومي، ده هو ده النادي الاهلي وهو ده نادي الزمالك. هي دي الانديه الكبيره بتلعب دايما للمكسب، وهي اللي بتهاجم وهي اللي بتضيع، لكن ما بقاش رد فعل ابدا استنى واشوف الخصم بالنسبه لي ايه. لا، هو المباغته دايما هي سمات الفرق الكبيره، هي اللي بتنزل تخلص جون واثنين وثلاثه، وبعدين بقى يبتدي يشوف هيأمن بقى، هيلعب يملى نص الملعب، يغير خطته ايا كان. بس دايما متعودين من النادي الاهلي بالذات ان هو بينزل يخلص اول المباراه، وده اللي بنشوفه بقالنا ماتشين اهو من ساعه ما مسك عماد النحاس. بنشوف ان هو بينزل اول 10 دقايق ربع ساعه بيجيب له جون واثنين وثلاثه، بيخلص الماتش بدري بدري، وده اللي احنا متعودين عليه من الانديه الكبيره.
اداء ده الطبيعي بالنسبه للانديه الكبيره، ان هي في متعه كوره وفي نفس الوقت في مكسب. مش كل حاجه عايز اكسب 3 بونت وخلاص. في الاول والاخر الكوره معموله للمتعه، احنا بنتفرج على الكوره للمتعه. بطولات وكل حاجه مهمه، ولكن طبعا الاداء الممتع بيظل للجمهور ده اهم حاجه في كره القدم. يمكن الاهلي او معود جماهيره شويه ان اهم حاجه بالنسبه لنا المكسب، ولكن برضه في الاول والاخر هي كره قدم معموله للمتعه. وشفنا امبارح الاهلي لعب كوره بصراحه حلوه جدا جدا جدا، واداء اللعيبه تقريبا كلها كانوا في مستواهم. حتى علي معلول اللي هو جاي من بعيد جدا وما كانش بيشارك خالص، شفنا اداؤه كان عامل ازاي لما بدا يدخل. فتحس ان كولر كان يعني قافل على اللعيبه قوي. في لعيبه كانت مخنوقه في النادي الاهلي بدات تلعب وتاخد حريه اكتر وبدات تمتع نفسها كوره بمعنى اصح. مش معنى ان انا اتكتل ودافع وكل حاجه دفاع، لا لا، هو الكوره مش كده خالص. الاهلي لازم الطبيعي اللي شفناه امبارح ده الطبيعي بتاع الاهلي ان هو يهاجم ويكسب باداء وفرق اهداف. وعلى فكره فرق الاهداف ده هيفرق مع الاهلي كتير جدا الفتره الجايه طبعا، لان طبعا انت عارف ان الموضوع لو وقف على تعادل ابناط ما بين الاهلي وبيراميدز في الاخر هيبصوا للاهداف. فطبعا الاهداف مهمه جدا للنادي الاهلي والبيراميدز برده، ان هم يجيبوا اهداف كتير هتفرق معاهم في الاخر. تاني موضوع عايز اتكلم فيه كده موضوع بتاع احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو طبعا هشوف ان هو جه دخل التمرين واتمرن في حاجه كانت مفاجاه تقريبا للناس كلها، ولكن بشوف ان ده الطبيعي، ان زيزو كان لازم يعمل كده، لان زيزو كان الموضوع هيبقى كبير قوي عليه وما كانش هيقدر على العقوبات اللي هتتعمل عليه. واكيد هو فاهم هو بيعمل ايه، واكيد اللي موجهه برده المحامي بتاعه او ايا كان عرفه طبعا ان انت غيابك المستمر وعدم حضورك للتحقيقات وكل ده طبعا ده ضدك. فطبعا هو بدأ ان هو يرجع تاني التمرين عشان يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه، ولكن طبعا احنا عارفين خلاص ان كل حاجه انتهت. حتى لو زيزو موجود دلوقتي وبيتمرن، انا مش مع انه يلعب. يبقى موجود ويتمرن وكل حاجه، والعقوبات هتتنفذ عليه وكل حاجه، والخصومات الفتره اللي فاتت هتتنفذ عليه وكل حاجه، ومش مع ان هو يلعب خالص. ممكن يتمرن وكل حاجه وينزل عشان الزمالك برده ما بقاش عليه عقوبات. اعتقد ان هو لازم يكون موجود دايما لحد اخر نهايه عقده من غير ما يشارك خالص. وفي الاخر بقى ربنا يكرمه ويتكل على الله ويشوف بقى ايه هيشوف طريقه ازاي. تاني حاجه او تالت موضوع عايز اتكلم فيه موضوع مهم جدا، وهو موضوع احمد حسام ميدو. انا بشوف ان الناس كتير قوي جايه على احمد حسام ميدو الفتره اللي فاتت، وانا ذكرتها في اكتر من فيديو قبل كده. قلت ان احمد حسام ميدو شغال كويس جدا مع نادي الزمالك. الراجل بصراحه من ساعه ما مسك في لجنه التخطيط وهو شغال بصراحه شغال كويس جدا، هو وحازم ومحمد ابو العلا والناس كلها. ولكن ميدو ليه دور كبير قوي حتى في موضوع اللعيبه اللي جت. بشوف ان نوعيه اللعيبه اللي هو جابها بالذات المحترفين زي الجفالي او صلاح مصدق او الناس دي، احنا شفنا كواليتي محترم جدا من اللعيبه، وفي نفس الوقت اسعار كويسه. طبعا شفنا بيسيرو هو اللي جاب بيسيرو. اي نعم انا انتقدت بيسيرو كتير جدا، ولكن بيسيرو يظل برضه هو اسم كبير، وميدو جابه وتفاوض معاه وجابه بسعر كويس. يعني الراجل كان بياخد فوق ال 110 120 الف دولار في الشهر. بشوف ان هو جابه ب 70,000 دولار، فده بشوف ان دي برضو انجاز لميدو. هو ملوش علاقه بقى طبعا الراجل جه وادى اداء كويس او بيدافع زياده عن اللزوم او بيخاف زياده عن اللزوم، وده مش طبع نادي الزمالك. ولكن هو برضو يظل معهوش كواليتي لعيبه محترم يقدر يهاجم بيه، فهو برضو يمكن بيلعب على قد امكانيات الفريق. انا مش مع ده، مش مع ان هو يدافع. انا في اقل امكانيات ليا واقل لعيبه، انا اسمي نادي الزمالك، معايا الجمهور، معايا الدعم الاعلامي ودعم الجمهور، انا لازم اباغت ولازم اكسب. خصوصا خساره الكونفدراليه ما ينفعش اخسر من فريق زي فريق بتاع جنوب افريقيا ده واخسر منه هنا على ملعبي. فطبعا كانت حاجه صعبه جدا. ولكن زي ما بقول طبعا ميدو برده ليه دور ان هو يجيب زي اسم زي بيسيرو، اسم كبير، واللعيبه اللي جابها زي ما بقول لك اللعيبه الاجانب. ففي ضغط كتير على ميدو الفتره اللي فاتت، وفي اشاعات طبعا كتير يا جماعه. ما حدش يصدق الاخبار اللي بتتكتب في الصفحات والبيدجات اللي هي موجوده على الفيسبوك والسوشيال ميديا. انا بشوف ان ده كله كذب. مفيش حاجه اسمها محمد فتحي، مفيش اللعيبه، كل اللي بيتكتب ده كله كذب يا جماعه. مفيش. ميدو ما بيتفاوضش مع الناس دي خالص. ميدو زي ما قلت لك بيفكر في كواليتي لعيبه كويسه باسعار كويسه. لكن مع احترامي لمحمد فتحي واللعيبه دي كلها، مش ده اللي بيدور عليه ميدو، او مش ده اللي بيدور عليه الزمالك. فسيبكم من الكذب. في ناس عايزه توقع ميدو بالاسم، في ناس، وعايز اقول لك ان في ناس زملكاويه كمان عايزين يوقعوا ميدو، يمكن متضايقين من وجوده في المكان ده، انا ما اعرفش بصراحه. ولكن ميدو شغال كويس، وانا متاكد ان ميدو الفتره الجايه هيجيب صفقات كويسه لنادي الزمالك. انا متاكد مليون في الميه. في لعيبه 2 لعيبه اجانب هيجوا كويسين جدا في الحته الهجوميه، هاف وفيرود.
بقيه اللعيبه هتيجي ممكن تبقى لعيبه مصريه بس كواليتي معقول كويس مش وحش. ولكن الزمالك زي ما قلت هو بيبني فريق. انا مش مع ان الزمالك يروح يشتري لعيبه بملايين الملايين الدولارات. لا، الزمالك انا رايي ان هو بيشتري لعيبه كويسه، يصنع فريق، يستثمر في اللعيبه، وده الافضل لنادي الزمالك الفتره الجايه. فسيبوا الراجل يشتغل. ميدو شغال كويس، انا عندي ثقه كبيره في ميدو، انا ولا ليه علاقه بيه ولا حاجه والله، بس انا بشوف ان هو شغال كويس واكتر واحد متصدر في الصوره. مجلس اداره واقف بيتفرج، ما بيعملش حاجه تقريبا، لكن ميدو بيسعى وبيساعد وبيروح ويجي، وهو اللي بيروح يتفق، هو اللي بيروح يسافر يخلص اللعيبه، وبيجي زي ما عمل مع صلاح مصدق، هو اللي راح خلصه من النادي بتاعه هناك ورجع. والجفالي نفس الكلام. ميدو شغال كويس. اتمنى ان احنا ندعمه، اتمنى ان ميدو يبقى ليه مكان اساسي في مجلس اداره نادي الزمالك. الراجل شغال بشغل بفكر كويس جدا. راجل عنده فعلا رؤيه، عنده بيعرف يختار لعيبه، بيعرف يتفاوض كويس، بيعرف يخلص لعيبه كويس. فاتمنى ان ميدو يكون له دور اساسي الفتره الجايه، واتمنى جمهور الزمالك يخلي باله قوي من الصفحات ومن الاعلام المغرض طبعا، ان احنا بنشوف دايما بيحاول يوقع ميدو، بيحاول يوقع الزمالك، وبيحاول يتكلم ان في صفقات ضرب عايز يجيبها عشان ميدو يتشال من مكانه، ما الزمالك ما يجيبش لعيبه. في حاجات كتير لازم جمهور الزمالك ياخد باله منها. واتمنى للزمالك الفتره الجايه يكون افضل. اتمنى ان الزمالك يحارب على قد ما يقدر الاربع خمس ماتشات اللي فاضلين دول على المركز الثاني باي طريقه، يحاول يكسب البنك الاهلي ويحاول يكسب ماتشاته كلها اللي باقيه، ويسيب الموضوع بقى على ربنا. يعني لو ليه نصيب بيكمل، ملوش خلاص. ده انا رايي، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك. ومبروك طبعا للاهلي الفوز المحترم جدا على نادي حرس الحدود بصراحه، واداء اكتر من هايل. هارد لك لبيراميدز طبعا، واعتقد بيراميدز الماتشات الجايه هيتعلم من خطأه، ان هو طبعا غلط ولعب بثقه زايده قوي. اعتقد هيتدارك الموقف ده الفتره الجايه، وده متعه الدوري بصراحه، ده اللي عامل متعه الفتره دي، وهيخلي الدوري يولع الفتره الجايه، ويبقى في اداء احسن من الاهلي ومن بيراميدز ومن الزمالك.